الكاليماري المقرمش والجمبري كمان المقرمشين جدا من بره، وجوسي كده من جوه وطري وتحفة بلونه الذهبي اللي انتوا شايفينه، ومن غير ما يشرب اي زيت، حصريا باضافة معلقة واحدة على الزيت وهو بيتقلي بطريقة تحفة سهلة جدا. وكمان خلطة خطيرة بجد هتعتمديها. يلا بقى وداعا، عارفين بقى السندوتشات بتاعت الجمبري والكاليماري بيتعمل مقلي ومقرمش وتحط كده على الرز. يا سلام، حاجة كده خطيرة، وسفرة متكاملة مع شوربة الجمبري بس، او قشر الجمبري هتمشي كده تنوري. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل الجمبري المجمد اللي بيتباع في السوبر ماركت، من اي مول، من اي سوبر ماركت عادي خالص. هتلاقي كده في الثلاجات دايما الجمبري. والجمبري اللي عندي ده طازه، لكن ممكن تقدري تجيبيه برده مجمد. ده كاليماري، ونقول بسم الله كده ونفتح الكيس. وده انا بوريكم ان هو المنشأ الصين، يعني مستورد. ده انا جايباه كان كيلو، كان يعني من فتره انا لقيته عندي بصراحه في الفريزر في ايام الرخصه، حتى انا ده عاملاه في اخر رمضان. يعني تقريبا كان ب100. كنت جايباه من فتره طبعا مش رمضان. وده بقى جمبري تقريبا يعني ممكن يكون مش مكمل الكيلو. حطيتهم كده في ميه. الكاليماري لازم تحطيه في ميه يفك براحته، يعني ما تفتحش عليه الميه، ولا تستخدميه على طول، ممكن يفرقع. فالكاليماري بنحطه في شويه ميه. يعني عارفين اول ما انا حطيت الميه زي ما انتم شايفين فك. وادي الجمبري بتاعنا برضو بدأ يفك اهو ما شاء الله. وهبدأ اغسلهم. وده بقى كنت يعني ده مكتوب عليه اصابع استاكوزا. ومش عارفة، في الآخر أنا لما فتحته لقيته عامل زي السوشي، ينفع للسوشي. وفي كده كيس صغير بتاع شوربة، بس لقيته صغير قوي. فهعمل قشر الجمبري اللي أنا هطلعه ده، مفيش ولا أي حاجة هنرميها. ده حاجات غالية يا جماعة، ومفيدة جدا جدا ومغذية خالص. حط لايك للفيديو لو أنت مش مشتركة في القناة، وسبسكرايب. وما تنسيش تفعلي الجرس، اختاري الكل عشان تجيلك كل إشعارات فيديوهاتي وتتابعيني على طول. بصوا بقى حبايبي، زي ما انتم شايفين الجمبري غسلته كويس وصفيته اهم حاجه من الميه. بشيل القشره بالشكل ده، انا اقشر كذا واحده معاكم، وبشيل الراس. طبعا مش بنرميهم، بسيب الديل بس. طبعا الوقت دوت الكاليماري بيفك فيه، بيفك في الوقت دوت. عايز اقول لكم انها اكله كانت تحفه جدا. ما لحقت الصراحه ان انا انزلها لكم اخر رمضان زي ما انتم شايفين كده. كان في اخر رمضان بجد، كان وقتها يعني. بشيل الراس بصوا بالشكل ده، خليها بقى في طبق على الجنب. واللي بقشره كده بحطه في طبق لوحده. بصوا بنشيله كده، انت بتشيلي القشر من الناحيه دي ومن الناحيه دي، بتلاقيه كده طالع معاكي بكل سهوله. هنسيب الديل علشان يعمل منظر كده وحلو، يعني منظر يكون جميل للجمبري. بصراحه بيبقى شيك قوي، يبقى عامل زي بالظبط المطاعم، وكمان يبقى مقرمش. بصوا بقى هنفتح كده من فوق في الظهر فتحه خفيفه، ونشيل الكيس الرملي. بسم الله اهو، زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. الكيس الرملي ده بيبقى عبارة عن خط كده اسود ورفيع جدا اهو. ممكن يكون بقى فيه حتة ده بيبقى فيه الرملة من رملة البحر يعني. مطرح ما هو بيبقى في البحر وكده. وممكن ساعات نلاقي في البطن كمان. هوريكم في واحدة تانية، ممكن تبقى فيه كيس خفيف كده في البطن برضو. شيليه فتحة خفيفة خالص في منتهى السهولة. هتقشري الجمبري حتى لو انتي مش جايباه مقشر زيها كده. ده الجمبري ده بصوا بنفتح ونشيل اهو. ساعات بيبقى بني، ساعات يبقى لونه مصفر بس شوية. يعني مش تحت شرط انه اسود، اسود بني اصفر مش مشكلة. المهم بنفتح فيه. انتي بتشوفيه كده زي الخط. بصوا انا بوريكم ان في الظهر انا مش لاقية، فممكن يكون في البطن زي كده من الناحية التانية كده، او الحتة اللي هي الملوية او اللي فيها التواء شوية. بنفتح بقى كده بالراحة وبنشيله برضو بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الاكله دي تحفه تجنن. الاطفال الصغيره اللي ملهاش في السمك والشوك والكلام ده، بجد يعني هيحبوه جدا. بصوا الشكل تحفه. شكلهم جميل قوي بالديل وهم متنضفين والديل فيهم. ده بقى بصل اهو، بقليه بصله كبيره متقطعه قطع، بقليه علشان الرز انا عاملاه معاكم كذا مره. دلوقتي بقى خلاص صفيت الكاليماري وصفيت الجمبري. بصوا بقى بنحط معلقه من الثوم المهروس عليهم، على الاتنين، الخلطه موحده في الاتنين. وعصره نص ليمونه،
وحاجه بسيطه جدا ملح، ما تزوديش الملح لانهم بيتاثروا قوي بالملح، وهنحط الملح في يعني في مواقع كتيره. شويه كمون على طرف المعلقه برضو، حوالي ربع معلقه صغيره، وشويه كزبره ناشفه، وشويه فلفل اسود، رشه خفيفه من الفلفل الاسود، كمان رشه من الكركم. الخلطة دي تحفة جدا، دي التتبيلة على فكرة بتاعتهم. وهنحط كمان رشة خفيفة من التوم البودر، وحاجة بسيطة كده من الشطة، دي اختياري بس حاجة بسيطة جدا على طرف المعرقة، وكمان بابريكا اللي هي الفلفل الأحمر الحلو البودر، وشوية بقدونس بقى كده شوية صغيرين، يعني كام عود كده نغسله ونقطعه قطع صغيرة ونحطه عليه. بس كده بسم الله ونخلط. ما شاء الله، التتبيلة تحفة جدا في الجمبري والكاليماري، حاجة تجنن بجد. الطعم حلو قوي وخفيف وحلو، محبة رز كده ما اقولكمش. هتشوفوا بقى معايا كده السفرة في نهاية الفيديو كله على بعضه. بتبلهم وبخليهم 10 دقايق ربع ساعة بكتير، وما تزوديش عن كده. دلوقتي بقى هنعمل الخلطة السايلة اللي هتبقى كريسبي ومقرمشة قوي. معايا بيضتين بضربهم كده بالمضرب السلك كده. الرز بقى بتاعنا حطيت التوابل بتاعتنا، هي نفس التوابل اللي فاتت، وبنحط الرز وبنسويه، وفي الاخر بنحط على وشه بصل خفيف كده متقطع جوليان. دلوقتي بقى بحط على البيض برضو نفس الحكاية، كركم وكزبرة ناشفة وبابريكا وتوم باودر، وحاجة بسيطة جدا فتفوتة كده فلفل اسود وكمون، رشه خفيفه، كلها على فكره رشات خفيفه جدا. الملح ما فيش يعني على طرف المعلقه خالص ملح، لان هنحط ملح في كل خطوه، وزي ما قلت لكم بيتاثر بسرعه الحاجات دي. احط بقى اول كوبايه كده من الدقيق، واحط عليها كوبايه برضو تقريبا من الميه، بس هبدا بنص ميه، يعني كوبايه دقيق عليها كوبايه الميه والبيضتين. دي السايله، المكونات السائله بتاعتنا او التتبيله السائله اللي هتخليه كريسبي. ادي النص التاني من الميه، يعني بنزل بالكوبايه الميه بالتدريج. كوبايه دقيق عليها كوبايه من الميه، بس ما تحطهاش كلها مره واحده، حطها بالتدريج. احنا عايزينه سايل بالطريقه دي. على فكره هيتبقى كده يعني معلقه، يعني الشويه اللي موجودين دول في الكوبايه مش هحطهم، معلقه معلقتين كده خلاص مش هحطهم، حوالي كوبايه الا ربع من الميه تقريبا يعني. وقلبتهم كده حلو بالمضرب السلك لغايه ما يبقاش فيهم اي تكتلات ولا حاجه، وخليهم كده على الجنب. ونحط بقى الكفر الناشف، معايا كوبايتين من الدقيق، واحط عليهم حوالي نص كوبايه او ربع كوبايه من النشا المتاح عندك، انا حطيت كيس، وحطيت الملح، وهنحط توم باودر. حطي المكونات الجافة، الطريقة دي حلوة قوي في علبة هتريحك جدا، وكركم وكمون. وهنحط بقى على المكونات الجافة معلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيس زي ده. معايا هنا كمان في بقسماط، ده اختياري يعني اختياري، اللي هو الكريسبي اللي بيتباع دوت، او بقسماط لو عندك. انا ده كان كريسبي، الكريسبي بيبقى حلو قوي، اللي هو الاصفر دوت وتخين كده، فانا اديته طحنه وحطيت زي معلقتين كبار يعني، بتخلي كده فيه قرمشه وفيه قطع كده مقرمشه زي الجاهز بالظبط، وزي الكنتاكي والكلام ده. هشيل شوية منه علشان لما هحط فيه هيعمل تكتلات شوية من الخلطة السايلة، فعلشان ما استهلكش كل الخلطة الجافة يعني نشيل شوية منهم على الجنب، وهقول لكم هنعمل ايه. الخلطة السايلة بتاعتنا بنحط نصها على الكاليماري زي ما انتم شايفين كده، وبقلبه عادي خالص بالمعلقة. يعني اول حاجه التتبيله، وبعدين الخلطه السايله، وبعد كده الخلطه الجافه اللي هنقلي بيها. وهقول لكم الاضافه بتاعه المعلقه اللي هنحطها على الزيت. بنشيل كده كل وحدايه كده بعد ما احنا دمجناهم مع بعض كويس بايدينا كده، ونحطها في العلبه. طريقة العلبة دي طريقة حلوة جدا، مش هتهيص معاك الدنيا وتزيطها، ودي يروح ويجي ويقعد يلزق في صوابع ايديكي والكلام ده. بس ونقفل بالغطا ونرجها، وممكن نقلبها كمان. بصوا، الله ما شاء الله، غلفوا الكاليماري جدا. الكاليماري يا جماعة بيبقى عامل زي صوابع البطاطس، لكن طبعا القوام بتاعه زي
يعني زي حاجة زي الجيلاتين المتجمد كده. هنحط بقى شوية زيت، يعني مش محصلين كوباية، في طاسة عميقة عشان ما تاخدش معانا زيت كتير، مش عميقة قوي يعني. بصوا بقى، دي الإضافة معلقة من النشا بنحطها لما الزيت يغلي أو يقدح. أول ما يغلي بنحط معلقة من النشا ونقلبه بالشكل ده. بسرعة كده، بالراحة برضو علشان ما يطرطش عليكي، عشان ما يعملش تكتلات. اول بقى ما يقدح تاني او يغلي تاني، هننزل باصابع الكاليماري الخطيرة. والطريقة دي تحفة، مستحيل يشرب ولا نقطة زيت. كمان هيوفر عليكي جدا في استخدام الزيت، ولا الزيت هيخلص ولا يتبخر ولا حاجة، ولا يبقى الاكل كده مليان زيت. خلوا بالكم، ده بياخد يعني حوالي دقيقة على كل اتجاه، او تقلبيه كده. مش هياخد اكتر من دقيقتين، وممكن اقل كمان، دقيقة او نص دقيقتين. على نار بقى نخليها وسط في المرحلة دي، علشان يبقى لونه ذهبي من بره، وكمان جوسي وطري من جوه، عشان ما جلتش منك. اوعي تزيد عن دقيقة او نص او دقيقتين. هو هياخد اللون دوت، يبقى خلاص تمام، تقلبيه كده وخلاص نرفعه. بصوا الجمال، ما شاء الله، تحفة، يجنن الريحة. طبعا ما فيش زفاره خالص، الكاليماري والجمبري ما بيبقاش فيهم في الحاجات دي خالص اي يعني روائح نفاذه زي السمك. كل ما بيعلى الفوسفور في السمك، كل بيبقى مفيش ريحة اللي هي بتاعت السمك القوية ديت في البيت. ننزل برضو بالباقي بقى واكمل. تحفة، الطريقة جميلة جدا ما شاء الله، لغايه ما اخلص كل الكميه. ما خدش مني وقت خالص، واكله حلوه جدا. بجد جربي انك تعملي الكاليماري ده، يعني كيلو كفايه قوي. وتمنه على فكره زي السمك وارخص كمان، والفوسفور بتاعه وقيمته الغذائيه عاليه قوي، وعامل زي البطاطس، مفيهوش شوك خالص. ويعني هو عامل زي البطاطس بجد. انا مش عارفه اوصف لكم لو انت ما كنتيش اكلتيه او جربتيه قبل كده. هيبقى حلو قوي، وكمان مع الاطفال وكده سهل وسريع كده في الاكل، ما فيهوش شوك والبهدله بقى بتاعه السمك. ادي برضو نفس الحكايه، نص الخلطه السايله حطيناها على الجمبري وبنقلب، ونرفع على طول واحده واحده كده من الجمبري ونحطه. انا بقيت الدقيق حطيته في العلبه زي ما قلت لكم، ما تستهلكيش كل الكفر اللي هو الجاف مره واحده بس. وبنطلع جمبريايه كده، جمبريايه، ونحطها في العلبه بالشكل ده، ونديها كده تقلبتين من فوق وتحت كده ونهزها. خلاص كده ما شاء الله تغلف، ولا وسخنا ايدينا ولا حاجه. نيجي بقى هنا بنشيل الدقيق كده، يعني الخلطه من على الديل، لان بجد بيدي شكل حلو قوي. كمان برضو من وقت للتاني بالمصفى الصغيره بتاعتنا دي، نشيل اي بواقي او رواسب من الكفرات بتاعه الحاجات الحلوه بتاعتنا ديت، اللي احنا بنقليها الدقيق والكلام ده، علشان ما يتكتلش. دلوقتي بقى زي ما انتوا شفتوا معايا، قشر الجمبري والراس قلبتها، او الروس قلبتهم في معلقه كده من الزبده، او ممكن سمنه برضو. شوحتهم شويه مع التوابل كلها اللي حطيناها قبل كده، ما عدا الكركم. وبنديهم تقلبتين، ونحط عليهم زي نص كوبايه من اللبن، والباقي كوبايه ميه كده، او على حسب الكميه طبعا القشر اللي عندك. وبس، وتسيبيه ياخد غلوه ما يكملش يعني 3 دقايق او 5 دقايق، وتطفي عليه. وبقى كلي احسن شوربه سي فود، اللي هي شوربه من غير يعني تعتبر شوربه بس، فاهميني طبعا. بتبقى حلوة جدا، وتصفيها وتقدميها كده في بولات الشوربة، وبتبقى تحفة وشيك جدا صراحة. لما بنيجي بعد كده زي ما انتم شايفيني كده، باجي اقلي الجمبري. بوريكم ان انا بشيل الكفر من، يعني بحاول ان انا اشيله شويه من على الديل. بصوا الشكل، شكله تحفه، شكله شيك جدا الجمبري. طبعا غير الطعم بقى ما اقولكمش. دقيقة على كل اتجاه واقل كمان، وبيكون خلاص سفرتنا جاهزة. ما شاء الله، الجمبري والكاليماري، وادي الرز بتاعنا، وادي الشوربة اهي في المج. وكان بقى طبعا العصير كركديه شربناه. وكل سنة وانتم طيبين بجد. جربوا الجمبري والكاليماري كريسبي، والله يعجبكم جدا. ما تنسوش لايك للفيديو وتعليق حلو. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.